السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة في التسعين. النهاردة هنتكلم على مباراة الاهلي ان شاء الله غدا مع فريق او ممكن نقول اليوم. احنا دلوقتي بنسجل بعد الساعة 12 يعني. ايوه ايوه. مباراة طبعا أسطورية، طبعا ما بتتكررش كتير بين النادي العريق طبعا النادي الأهلي المصري وفريق برشلونة الأسباني. طبعا المعروف يعني معروف يعني في أطراف العالم يعني، وليه مشجعين من ضمنهم أنا. تمام. والباشمهندس إبراهيم برضو، إيه رأيك؟ بتشجع الفرقة دي ولا اه إيه؟ طبعا، مين ما بيحبش برشلونة؟ بس أنت يعني كنت بتقول بتحب الريال وبتاع وكده. لا، هو الريال لا يستهان به يعني، وفرقة جميلة، بس طبعا برشلونة كلنا هوانا مع برشلونة طبعا. طيب زي الفل، يبقى انت كده منا وعلينا بقى زي ما بيقولوا. طبعا ماشي. وطبعا هنتكلم على احدث الاخبار اللي من غير ما حصلت. تقول لي اهلا يا كابتن وبتاع وعامل ايه. بعد اذنك انا بدير الحوار. تمام. وبعدين ما مش واخد بالك انها لسه حالق وكده بقى فتقول نعيما لي نعيما ايه نعيما، رايك؟ حلقة حلوة. طبعا عارف ان المشاهدين بيقولوا لي نعيما، يعني الله ينعم عليكم كلكم ان شاء الله. آه، طبعا معانا الباشمهندس ابراهيم في حلقه النهارده. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا، ازيك كابتن زياد؟ منورنا. ده نورك انت. لسه اللي هقول. النهارده هنتكلم بقى على كذا موضوع الحقيقه عايز اكلمك فيهم. ونسيب المباراه بتاعت الاهلي وبرشلونه دي للاخر. دلوقتي ازمه امام عاشور. اه، الحقيقة يعني امام عاشور من ساعة ما اتنقل للاهلي لعب موسم او موسم ونص، وبعد كده المشاكل بدأت تطلع، ونهاية يعني كان كبرى المشكلة اللي هي كانت الماتش بتاع يانج افريكانز اللي ما راحش فيها دي، وقال انا تعبان وعيلتي كذا وما عرفش يتصل واتأخر عن وقالوا مش لاقيينه. مش لاقيينه، والحكاية والرواية، وخد عقوبة وقعد بتاع 3 أسابيع، والكلام من ده، الكلام ده الموسم اللي فات. السنه دي برضك بعد، وطبعا طبعا ما ننساش ان الاهلي في المات في السيزون اللي فات ده كان اداؤه كارثي اه طبعا بلا يعني، ما اظنش ان في حد بيشكك في الموضوع ده. اداء النادي الاهلي الموسم اللي فات كان من اسوأ اداءات النادي الاهلي في تاريخه يعني يعتبر. او على الاقل في اخر 20 سنه يعني. فطبعا قلنا ادوا له فرصه تانية وكده، وبعدين راح كاس العالم وكده على بدايه الموسم ده. بدايه الموسم ده بقى في طبعا اللي هو الوكيل بتاعه الخارجي ده، اللي هو وكيله الاساسي، احمد يحيى، اللي هو الوكيل بتاعه في مصر. هو بقى عامل وكيل خارجي اسمه ادم وطني. ادم وطني ده تعامله مستفز، والاهلي ما بيحبوش من ساعه الصفقه بتاعت وسام ابو علي. وطبعا هو بيحد في تعاملاته وستيف شويه. فهو البيه سايب ادم وطني طلقه على الاهلي وعامل الكلام ده. واخر هو لحد دلوقتي هو ما عملش، ما لعبش ماتش او تقسيمه مع الفريق في التدريبات اللي هي اتعملت او التمرينات، ولا حتى المباريات الوديه اللي كانت معموله جوه مصر هنا. ولا حتى ماتش بكره مش هيلعب. واعتقد ان بكره فرصه، وانا لو هم يعني من وجهه نظري، ولا هستنى بقى لما انت تسألني السؤال؟ لا يا عم، انا جايبك اصلا عشان هم الناس بيحبوك وعايزين يسمعوا وجهة نظرك. ما انا بقول لك اهو، لا، من وجهة نظري ان هو لو الاهلي جاله في اي عرض يتفضل ويتوكل على الله. الاهلي طول عمره يعني غني الاهلي بمن حضر. الاهلي، ودي عاوزك تركز عليها، الاهلي بمن حضر. انا عندي لعيب متمرد ومش شايف ان هو في نعمه وان هو في النادي الاهلي، وكل شويه مشاكل وعاوز، لا انا جاي لي عرض، انا جاي لي كذا. طب حتى على الاقل
شفت تريزيجيه العرض لما جاله بشكل محترم، والاهلي شافه وشاف كذا، واللاعب ابلغ رغبته انه عايز يمشي وساب بردك للاهلي فلوس وطلع بشكل محترم من غير كلام. لكن ده كل شويه مشاكل مشاكل مشاكل. طب واحنا بقى دلوقتي احنا عندنا يعني حاجه و30 لعيب، او عندنا 30 لعيب، هو عامل المشاكل طول ما هو قاعد في الموضوع. طبعا ده كله بينعكس على مين؟ بينعكس على الفرقه كلها. طبعا اوضه اللبس. بيخرجهم بره تركيزه. هو انت لعيب كويس وكل حاجه، بس مخك لازم يكون مع، يعني مخ جمعي مع الفريق، في خدمه الفريق وخدمه النادي اللي انت شايل اسمه وبتلعب باسمه. بس هو ده خلاصه. هو بص، انا طبعا مع احترامي لاي لاعب، بس انا الصراحه يعني شايف ان امام عاشور كان اول لما جه الاهلي الفتره اللي هي ما قبل زيزو دي، ايوه تمام، دي كانت من احسن فترات امام عاشور في النادي، لولا ان هو ما كانش برضه يعني زي ما احنا بنقول ديسيبلين ده، او عنده استمراريه في النادي قوي، ان ايوه هو بيقدم اداءات جامده قوي، بس في نفس الوقت يعني كان على الاقل ملتزم شويه، لو ايوه انت يعني معايا في الموضوع ده. تمام. لكن طبعا عشان الخلاف بتاع الفلوس والمرتبات والسالري، يعني اللي هو كان بينه وبين زيزو في الزمالك، على ما اظن لما جبنا زيزو نادي الاهلي، ايوه تمام، السنه اللي فاتت، ابتدى مستواه يقل، وابتدى يحس ان هو هيحصل له تاني نفس الموضوع اللي كان حصل قبل كده هو وزيزو. انت شايف ان ده جزء من الحاجات اللي خلت التدهور الاداري اللي عند امام ده، ولا انت شايف ان هو لا، سبب انا تاني؟ بتفق معاك. هو في جزء كبير من مشكله امام ان هو طبعا علاوه على المينتاليتي اللي عنده وعلى الناس اللي بتلعب في دماغه. لا، الا ان الاهلي لما عمل لما جه تريزيجيه وجي زيزو، واوضه اللبس مش ستيبل، وما فيش ايكويتي، وما فيش فيه جادجمنت بين الناس وبعضها، وفي فروقات طبعا في الكلام. فالدنيا ما استقامتش، كل واحد بيبص انا باخد قد ايه وزميلي بياخد قد ايه والكلام من ده. بالرغم من ان احنا عارفين ان ان زيزو جاي فري، فهو عشان كده الاهلي دفع له فلوس اكتر. فدي بتفرق القصه وما فيها. ان امام عاشور مع الناس اللي بتلعب في دماغه، والعقليه اللي هي لسه يعني لسه ما لسه نضجتش. ما فيش نضج فيها، بالرغم ان هو عنده 28 سنه راجل ولا 28 9؟ سنه، المفروض يعني نضج بما فيه الكفايه، وراجل متزوج ومخلف وكده. يعني المفروض يكون في نضج في في لا نضج لا كروي لا لا, لا كمان، مفيش. فالدنيا عنده مش مستقره ومش كويسه. وانا وجهه نظري هو يسيب يعني الاهلي يطلعه باي فلوس، باي عرض يجي له مناسب، يعني ب7 مليون دولار وخلاص. وي... واللي موجود، انا اعتقد في لعيبه جديده جايه في الاهلي، لو خدت فرص هتورينا يعني نماذج افضل من امام وافضل من غيره، للامانه يعني. انا وجهه نظري كده. طيب انا بقى كان عندي سؤال كده عايز اساله لحضرتك، يعني اتفضل. تمام، مهم جدا. ايوه. انت دلوقتي شايف لمصلحة النادي الاهلي طبعا ده اولا، ثانيا مصلحة اي لاعب يعني، او اي اداء ادارية يعني، امم انت شايف مين اللاعب اللي هو، او حتى لو هو كان يعني لاعب معين، انت مين اللي انت شايفه المفروض ان هو لو مشي حال النادي هي يعني هينفتح اكتر، هيبقى في مشاكل في اوضه اللبس اقل، من لم تكن انعدمت اصلا. فايه اللاعب اللي انت شايف ان هو ممكن بيعمل المشكله دي، حتى لو هي مشكله اداريه برضه؟ يعني شوف لو هو كان لاعب او مشكله اداريه، عشان احنا عايزين نحسم الجدل على مين هو مشكله النادي الاهلي، سواء كان اداريا او حتى في الاستاف،
او في الفرقه اللي بتلعب؟ هو طول عمر النادي الاهلي ليه اصول وليه بروتوكول وليه كده، لا يعني من زمان مش من النهارده، يعني من عشرات السنين. ما فيش حد يعني اللي بيشذ عن المنظومه دي بيخرجوه على طول. من زمان خالص، من ايام حتى حسام حسن وابراهيم حسن. في فتره الكابتن صالح سليم خلاص انتوا مش هتلعبوا. طاهر ابو زيد وكان معاه ياسين، ربيع ياسين والمجموعه دي هوب جه بلغهم، وعلاء ميوب بره ما انتوش هتلعبوا. وناس كانوا كبار ويعني ودول اعمده فالاهلي ليه منظومه ومنظومه استريكتد، وكانت كل الناس كان كل اللعيبه بتتبعها. لما نيجي دلوقتي ونلاقي لعيب زي امام، او لعيب زي زيزو، او لعيب زي تريزيجيه، او اي لعيب ايا كان، شايف ان هو اكبر منك؟ ايوه شايف ان هو لا مش واخد حقه ومش هو كذا، او هو بطريقه بقى البلدي اللي احنا بنقولها، اللي هو اللعيب صاحب الكوره اللي ياخد الكوره ويجري وما يبازيش لحد وما يلعبش لصالح الفريق. اللي بيأنن. ايوه ما ينفعش انا عايز الكلام. اقول لك بقى لا انا امسك من دلوقتي الحته دي بقى. ايه هي؟ ان احنا دايما بنقول برضو للعيبه حته كده في الدوري المصري اللي هو ايه، لازم يبقى عنده سنه الانانيه، عارفها اللي هي اللي احنا بنقولها لو دي. قلنا دي سنه، بوظت الدنيا بقى. انت عندك بقى سنه. بيحس ان هو دي حاجه الزاميه في الاسترايكر، ان هو والجون مثلا، والجون فاضي فيقوم هو مشمعها وعلى عشان هو فكره اناني فكره بقى. برضك الكلام ده احنا شفنا فين؟ احنا شفنا الكلام ده فين كاس برضك؟ العالم. شفنا في كاس العالم. اه. يعني كان في لعيب انت في مكان ما ينفعش تجيب فيه الجون، نسبه ان انت تجيب الجون بنفسك 20% او 15% او اقل من كده، بنسبه زميلك فوق ال 80%. ممكن 100% كمان. هنقول مثلا، اه. طب ما انا بقى ايه انكار الذات كده زي الكوره بتاعه زيكو، ولما اداها لمحمد صلاح لما بظهر له كده، محمد صلاح بابسط حاجه قام حاططها الجون اللي جابه في استراليا. ماشي. تعال بقى اتفرج بقى على تريزيجيه، وعلى مرموش، وعلى ايه يا عم ده؟ ايه اللي حاجه بيعملوه ده؟ محزنه جدا يعني طبعا الواحد وهو ضيعوا بيتفرج. فرص وضيعوا حاجات من دي. احنا بقى في الاهلي لو انت عندك، انا عاوز اقول لك حاجه، انا عندك بص، مين اعظم 3 لعيبه 4 لعيبه في الاهلي دلوقتي، او الناس معتقده فيهم كده؟ مثلا يعني بدايه من حارس المرمى، انا اقول لك بقى، شوبير. انا اقول لك اللي انت مش هتسمعه في اي قناه تاني في ال90. حصري. هنقول لك بقى حصري. حصري، اسمع بقى في اللي انا قناه هقول في لك عليه ده. التسعين. اه هنقول لك دلوقتي احسن 4 لعيبه زي ما انت بتقول اهو. اه تمام، في النادي الاهلي اللي ايوه لا يتم الاستغناء عنهم. لا انا صح. اقول لك اهو، ايوه ماشي، الناس كلها اتفضل. بتقول لو طلعوا الفريق لا لا لا. عندك لو مصطفى شوبير جاله عقد ومشي، يتوكل على الله مفيش مشكله. احنا عندنا الشناوي، وعندنا حمزه علاء وفي سيحه، في الناشئين، مفيش مشكله انت خالص. دلوقتي بتقول على الاربعه اللي هم هيبقوا موجودين، يعني هيفضلوا موجودين، انت عايزهم يفضلوا موجودين لا ولا انا 4 هيمشوا؟ انا بقول لك لو هم طلعوا عندك شوبير لو مشي مفيش مشكله. عندك تعالى في خط الدفاع، لو برضك ياسر ابراهيم جاي له عرض وعاوز يمشي وبتاع وعاوز يتوكل على الله مفيش مشكله. عندك بقى في خط النص عندك زيزو وامام عاشور، لو عاوزين يمشوا، ما هو مشي تريزيجيه مفيش مشكله. انت شايف ان انت تقدر تعوضهم؟ نعوضهم بالناس اللي موجوده، الناس اللي جايه والصفقات اللي جايبينها والاعمار الكويسه. انت عندك الواد محمود صلاح اللي جاي ده بتاع المحله ده، حد كويس قوي وكل الناس بتتكلم عليه، وانا شفت له كام فيديو، لا عيل كويس ومميز. عندك اقطاي عبد الله، عندك علي محمود، عندك توفيق محمد، عندك الاهلي برضك غني بابنائه، وعندك برضك انت عندك مروان ورجع لنا الولا اكرم توفيق، لا عندك ناس تبني عليها. والولا اللي احنا ناسينه، رضا سليم راجع بغض لك النظر، فرصه لا لا تانية. لا بغض النظر. عندك دلوقتي الاثنين اللي احنا جبناهم اللي هو بكرار وبين جديده، دول اللي هيعملوا شغل جامد خلي بالك. وعندك اسمه ايه ده، قول معايا،
الحاجات اللي جابوها تاني مين اللي هو بكرار وبن جديده لا الناس اللي رجعت من و... الاعراض، عندك عمر الساعي، عندك قفشه، عندك احمد رضا، عندك كل دول خلي بس بالك. عمر الساعي يعني لا عمر الساعي كويس، صفقه لا فشلت. راح وعمل شغل في المصري، وعمل شغل اديله فرصته وابني عليه. ما هو ده اللي واخد احنا بالك انت. نتمناه وفي بقى لعيب تاني في المقاولين اللي اسمه عبد الناصر ده، برضك بيقول لك ده ابو تريكه الجديد ده، لو جه برضك هيعمل شغل. انت الاهلي، وطبعا احنا ناسيين قطاع الناشئين بيطلع، ما هو عندك دي مشكله كبيره جدا يا كابتن. وتبني. انا عاوز، بص انا مش عاوز اللعيب اللي بيتعالى على الفرقه او حاسس ان هو اكبر من الاهلي. مفيش حد اكبر من الاهلي. انا بقول لك اهو حصري بالنسبه للقناه بتاعتك، وخد مني انا بقى بكلمك خبره، وانا بقالي فوق ال 45 سنه بتفرج على كوره وبحلل كوره. لا، اللي بيحصل ده، ولو فضل المسلسل مشاكل المسلسل اللي احنا فيه ده هينعكس سلبي. وعلى فكره، والاهلي ممكن يطلع مستواه السنه دي يبقى مش احسن من السنه اللي فاتت، لو هو فضل في العك اللي احنا فيه ده. لا لا لا، الصراحة يعني انت لخصت المشكلة يعني برأيي انت لخصتها بطريقة كويسة جدا، وهو متفق فعلا معاك في كل نقطة انت قلتها. وبس يعني ده اللي احنا نقدر نقول عليه في مشاكل النادي الاهلي. يعني بخصوص بقى مباراة بكرة ان شاء الله، او ممكن نقول مباراة النهاردة مع فريق برشلونة، تظن ايه اللي هيحصل في الماتش؟ هل هنكسب، نخسر، نتعادل؟ ايه اللي يحصل؟ كده كده مفيش تعادل، انت لو تقريبا اتعادلت بتروح اكسترا تايم، بتروح ضربات جزاء، بطولة عادي بس بطولة ودية. ايه رأيك؟ ايوه، هو طبعا من حاجه كويسه ان نادي برشلونه يختار النادي الاهلي ان هو يلعب معاه على البطوله دي بتاعه اخوان. ملحوظة، احنا لعبنا نادي برشلونة مرتين قبل كده، احنا اللي كنا بنطلب منهم ان هم يجوا، دلوقتي انقلبت بقى، هم اللي عايزيننا وانا فهم اللي معتقد، طلبوا. انا اقول لك بقى جديد، لو الاهلي لعب بطريقه مصر، يعني بطريقه، فاكر الفريق القومي المصري لما لعب قصاد الارجنتين، لو نزل 11 راجل قصاد 11 ولعب بجديه وكلام من ده، ليه لا ان الاهلي يعمل ماتش كويس جدا؟ بس هي حتة بيلعب بجدية برضه، هي مهما كان لا هي ما هو انا ماتش فاهم ودي، ماتش ودي، بس مش احنا عايزين يحصل برضه اللي حصل ما مع خلي بالك بالعمري ده تاني. تجهيز، لا ده بالعمري تجهيز، يعني برضه ألف سلامة عليه طبعا، من اللعيبة ده الجيدين تجهيز جدا، يا كابتن فاحنا زياد. مش عايزين ده يا يتكرر عم تاني. اديني فرصه اتكلم. ما هو انا اللي بدير يا كابتن، ما بعد انا اذنك. هوضح لك النقطه دي عشان تمام. المشاهدين ما يشوفوا. هو انا ما هو انا اديك وقتك دلوقتي، اتفضل. بس انا بوضح نقط معينة للجماهير وتفاصيل صغيرة لازم ان احنا نقولها. تمام، اتفضل. لا انت بتقول لي اتفضل كده. لا لا لا، اتفضل يا كابتن. لا كمل يا بيه، هو كمل ابتسامة كمل اهو يا يا بيه، كابتن. خلاص ما لا، انت صاحب بابتسامة اهو القناه. يا كابتن. لا يا صاحب كابتن، انت القناه فكرني مهما بصاحب كان انت الكوره. من مؤسسين القناة يا كابتن. ما هو ما ينفعش كده، اتفضل يا كابتن. كل ما اجي اكمل فكره والكلام من ده تاخد انت خلاص بقى، حقك علينا بقى يعني، طيب. يلا بينا يا هو كابتن بقى. دلوقتي اللي انا بتكلم عليه، احنا دلوقتي الماتش ده، انت عارف الدوري هيبدا يوم الجمعه اللي جاي، مم. يبقى اذا ده تجهيز جيد جدا واعداد جيد جدا لدخول الماتش اللي جاي. جاي مع الشرقيه انبي الاهلي، وده لا يستهان به، نادي انبي كان من التوب 6 اللي هو السنه اللي فاتت، وماتش تقيل بالنسبه للاهلي، ولازم الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه معاه. فهو لو لعب بجديه في الماتش ده وظبط وكلام من ده، واللعيبه حفظت مراكزها بعد ما لعبوا 3 4 مطوشه ودي، منهم ماتشين في مصر باين ولا 3، و2 في اسبانيا، واخد بالك. وانا كمان من وجهة نظري ان الحسين عموته اللي هو المدرب او الكوتش الجديد يلعب اللعيب الجاهز اللي بيدي في التدريبات واللي كذا، ما لعبش بالاسماء. انا بالنسبه لي، انا العداله العمياء، انا ما مش شايف اسامي. وبعدين انت عندك حرية كمان بكرة في
في التبديلات، يعني انت عندك القابليه ان انت تجرب اللعيبه كلها اللي عندك في المعسكر. انا بقول لك يعني تجرب بن شرقي، تجرب اقطاي، تجرب توفيق، لا تجرب كل دول. لو هو توفيق يعني برضو انضم المعسكر، انا مش لا ما توفيق ما عنديش سافرش اخباريه ولا هو بالحته ولا دي. محمود صلاح. اه، فانت لان عندك القابليه ان انت تجرب اللعيبه اللي هم جدودين جديده. لا ما تمام. طبعا لازم الناس كل دي تقدم دول. بقى، لازم تمام. تقدم اوراق اعتمادها وبرضو عندك استعدادا للفريق وبرضك هو المفروض يكون حسين عموته ثبت شكل الفريق. يعني هو ثبت شكل الفريق دلوقتي. يعني انا اعتقد ان هو دلوقتي من وجهة نظري هو التشكيل ممكن انا اقول لك برضك، يعني لو انت نعمل حصري انا اعمل استيميتد للي هو في دماغه. طيب التشكيل متوقع يعني؟ التشكيل المتوقع للماتش ده، خلاص تمام، اتفضل. الماتش ده ممكن يبدأ بمصطفى شوبير، هاني وكريم فؤاد الرايت باك والليفت فول باك، باك. وبعدين الاثنين سنتر باك عندك ياسر ياسر ابراهيم. ابراهيم، ومعاه يا اما ياسين مرعي يا هادي رياض، واحد منهم. ويطلع اعتقد الاقرب هو هيبقى هادي رياض على ما ماشي. اعتقد يعني. انا بقول لك إيه، اطلع بقى الاثنين اللي هم ستة. عندك اكرم توفيق مع مروان عطية، عشان لازم يقفل قدام الفريق زي يعني قدام برشلونة يعني. وبعدين يخش بقى الاثنين عندك زيزو و... والناحية التانية ممكن يجي علي محمود او قفشة يعني كده. وبعدين عندك الاثنين اللي قدام بن كده. جديده وبن شرقي مثلا. بين جديده وبين شرقي. ويبقى التانيين بقى دكه وكده. ده القريب يعني اعتقد ده طيب، ما تشكيله حلوه يعني، يعتبر وال- ده احسن، ده زي ما احنا بنقول يعني، ده بيست ده احنا اوتكم. بنقول ليه بقى؟ ليه؟ لان كمان امام عاشور اعتقد مش هياخد في الماتش ده. ولو بنسبه خد هياخد 90% مش هيلعب. دقايق. لو خد هياخد دقايق قليله، لانه لا مش جاهز. مش جاهز، لا لا فيزيكال ولا منتال. منتاليتي. يعني هو العمليه مش مظبوطه كده. واعتقد ان ممكن ده ينعكس عليه كمان في بدايه الدوري كمان. مش هيبقى ليه دور واضح قوي يعني. طيب اخر سؤال بقى، انت شايف ان احنا هنكسب ولا هنخسر؟ والله هو ده اولا في الاول وفي الاخر ماتش ودي. انا بعتقد لو الاهلي لعب بجديه ولعب عايز ماتش انبه على حاجه بس معلش، ان انت كده كده الماتش ده انت لو خسرته هو ما بيأثرش عليك نفسيا ولا اي حاجه. انت مهما كان انت بتلعب فرقه من احسن فرق، ان لم يكن احسن توب فايف فرق في العالم. مش حاجه تمام. اصلا. فانت لو خسرت اصلا الماتش ده، خلاص مش مشكله، اتعلم من غلطي. كده كده ده كان كاس، يعتبر يعني مباراه فريندلي، يعني ما فيهاش حاجه. لا لا طبعا. مباراه. لكن لو انت مثلا كسبت، فده برضو بيديك معنويات كبيره جدا. انت لعبت برشلونه، فرقه زي قد ايوه برشلونه، وكسبتها. تمام. ف... ف... فبس انا حبيت ان اقول هي الحته دي عشان برضو الناس ما تنفعلش وهي بتتفرج، لا تحس ان هي. كل النتائج يا كابتن زياد، كل النتائج في صالح النادي الاهلي. اولا انت بتلعب قصاد نادي برشلونه يعني غني عن الكلام. وانت كنادي اهلي برضك بخبراتك واحسن نادي في افريقيا ونادي القرن والكلام من ده. بس احنا عاوزين نلعب ماتش. يعني انت لما تيجي تقول زي انت كده بتتفرج على ماتش كده وتقول ان فلان ده او الفرقه دي بذلت قصارى جهدها. وي دو اور بيست. احنا بذلنا قصارى جهدنا. خلاص. بقى كل واحد الباك بيلعب باك وبيجتهد والكلام من ده، الفرود بيعمل واجباته. الناس ما اتدخرتش. هتعمل نتيجة كويسة وهيبقى شكلك كويس. النتيجة بقى دي في الآخر خالص يعني احنا متقبلين. وممكن احنا لو لعبنا بالجدية وتنفيذ الخطط اللي قايل عليها المدرب، أكيد 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 هيبقى لها مردود جيد. وان شاء الله نشوف ونتقابل بعد الماتش في فيديو جديد برضه. ان شاء الله على طول بعد الماتش ان شاء الله هينزل فيديو بنتكلم فيه على اللي حصل في الماتش، وبرضه نعرف النقاط السلبية والنقاط الإيجابية. وبكرر بقول النقاط السلبية قبل الإيجابية، عشان دي اللي أصلا بتخليك يعني يبقى عندك القابلية للنجاح بعد كده في الموسم. كلامك تمام. مظبوط. وبكده نكون احنا بننهي ان شاء الله الحلقة بتاعتنا. اتكلمنا عن أزمة إمام عاشور، وادينا حلول كتير. والحقيقة قناتنا طبعا في 90 ما بتفشلش ان هي تقعد تدي
حلول لكل مشاكل، بس مين يسمعنا؟ طبعا دي اهم حاجة، ان مين يسمعنا. تمام. نتقابل ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله، وسلام.